الحق الدولار بقى ب29. يا خبر، وصل ل29.5، وصل ل32. طب وبعدين؟ ما كانش في سيرة في مصر امبارح غير الدولار وسعره المتزايد قدام الجنيه. واستحالة من الخوف والقلق والترقب تابعنا امبارح التقلبات والزيادات في سعر الدولار قدام الجنيه، واختلفت ردود أفعال الناس بدءا من خوف وقلق طبيعي وصولا للذعر والهلع. واحنا هنا في قناتنا ستيب تو تشينج وطارق أمين هنتكلم ازاي لما اي موقف يحصل ما نخليش مشاعرنا وافكارنا بسبب الموقف ده تبقى زيادة بشكل يضرنا ويؤذينا، اللي يزيد عن حده ينقلب لضده. فتعالوا بينا نشوف ازاي ما نخليش مشاعرنا وافكارنا تزيد عن الحد المعقول فتؤذينا وتضرنا. طبيعي اكيد لما يبقى في توجه ان الاسعار هتزيد والدنيا مش باينه المستقبل هيروح على فين اننا نحس بالخوف، لكن اللي بيبقى زياده وبيضرنا وبيسبب لنا اذى شديد هي فكره الاوفر ثينكينج او التفكير الزايد عن الحد. ولو التفكير ده كمان كان في افكار سوداويه كئيبه فاكيد المشاعر اللي هنحسها هتبقى سلبيه وضاره جدا. يعني من امثله التفكير الزايد عن الحد لما رب الاسره او الراجل يبتدي يفكر في افكار زي هيمشوني من الشغل، مش هلاقي اكل ولادي، المستقبل هيبقى اسود، مش هعرف اعالجهم. افكار زي كده هتتحول جوانا لمشاعر، مشاعر زي خوف، قلق، ذعر، رعب، توتر، جزع. كل دي مشاعر هنحس بيها جوانا وهتوجعنا وهتؤلمنا وهتضرنا جدا. قلنا قبل كده ان الافكار بتتحول لمشاعر والمشاعر بتتحول لتصرفات. فتخيلوا معايا كده لو حد دي الافكار بتاعته، دي المشاعر اللي جواه، تفتكروا تصرفاته مع اهل بيته هتبقى عامله ازاي ومع مجتمعه والمحيط هيبقى ازاي؟ اي تصرف مهما كان بسيط هيشوفه ضغط، هيحس بعدم تقدير مراته للي هو فيه، هيحس ان اي مشكله هي بتواجهها هتبقى حاجه بسيطه جدا جنب اللي هو شايفه، هيبقى عصبي جدا، ردود افعاله هتبقى انفعاليه بشكل كبير جدا ومش هيبقى مستحمل حتى مجرد كلمه عاديه. طيب ازاي اقدر افرق ما بين الافكار بتاعتي واقول دي فكره كويسه وهتنفعني ودي فكره زياده عن الحد المعقول او فكره هتضرني ومش هتنفعني؟ لو انا بقول لنفسي الفكره دي عشان اشوف الحلول اللي ممكن اعملها في المستقبل يبقى ده تفكير مش زياده عن الحد. لكن لو انا بقولها لنفسي في صوره يأس وبتبعدني عن كل الحلول اللي ممكن اعملها، بتسيبني في حاله خوف وهلع ورعب، يبقى ده تفكير زايد عن الحد. القدرة على التمييز بين الفكرتين دول، الفكرة اللي بتنفعني والفكرة اللي زيادتها بتضرني، دي مهارة مهمة جدا هنحتاج نستخدمها لما نلاقي نفسنا داخلين على حالات الهلع والخوف والرعب. وزي ما قلنا في فيديوهات سابقة محتاجين نفكر في أفكار. طريقة الأوفر ثينكينج دي كمان هتخليني أشتت نفسي عن التركيز في الحلول اللي ممكن أوصل لها وممكن أعملها. طيب هو أنا في إيدي حل إن أنا أغير سعر الدولار؟ أكيد طبعا لأ، ولكن إذا كان سعر الدولار اتغير فأنا محتاج أنا كمان أتغير، محتاج إني أتبنى طريقة تفكير متغيرة، أغير من أفكاري تجاه المشتريات بتاعتي، تجاه أسلوب الصرف بتاعي، تجاه الارنينجز او الدخل اللي انا بحققه، اشوف ايه الحلول اللي ممكن اعملها عشان ازود الدخل بتاعي واقلل المصروفات بتاعتي. يبقى زي السعر ما اتغير انا كمان لازم اتغير. وكده عزيزي المتابع نكون وصلنا لنهاية حلقتنا السريعة النهاردة. بفكرك لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هنعملها.